كفايه بتسحب البساط من تحت اقدام الاخوان المسلمين اللي هم كانوا بيصوروا نفسهم ان هم معارضين لمبارك وقادرين على الحشد وبتاع. بعد اسبوع من المظاهرات دي طلعت مظاهرات للاخوان المسلمين في 6 محافظات واتقبض ايامها على 400 واحد منهم. وبدا في 2005 لما مبارك لاول مره جاب سيره الاخوان المسلمين وقال انه احنا عارفين هم بيعملوا ايه مع الامريكان واحنا بنسمع الهمس اللي بينهم وبين الامريكان في الغرف المغلقه. ده سنه 2005. وادرك نظام مبارك انه خلاص الاخوان المسلمين ما عادش ينفع التعامل معاهم لانه من 81 هم بيتعاملوا مع بعض يعني ايه أيوة. فامن الدوله هنا لجأ الى انه لازم يعمل معادل موضوعي في الشارع المصري فاعتمد على السلفيين. ديني، معادل ديني يعني. أيوة. اعتمد على السلفيين. فبدأ الهجمه اللي انت شفتيها كده بتاعت القنوات السلفيه وبقى تحول محمد حسان والحويني الى ان هم بدل ما كانوا بيخطبوا في مساجد في بلاد ما حدش عارف عنهم حاجه فبداوا يبقوا نجوم تلفزيونيين. ومحمد حسان ممكن يدخل التلفزيون المصري بشكل عادي جدا ودول كانوا ممنوعين اساسا. فبدا الاعتماد على السلفيين. عايز اقول لك على واقعه واضحه جدا في اللي هو الشاب اللي اتقتل السلفي قبل ثوره 25 يناير في اسكندريه اللي هو على ذمه قضيه القديسين. انا مش متذكر اسمه يعني. بلال. بلال يعني ربنا يتولاه برحمته يعني. ده لو تشوفي الامن الدوله سيد بلال صح؟ سيد بلال انه لما جابوا جثته من امن الدوله واخد بالك انه ياسر برهامي نفسه هو اللي اقنع اهله بانه ما حدش يتكلم وراحوا دفنوا الواد بالليل وصلوا عليه بالليل في حراسه امن الدوله وتم تكتيم الموضوع تمام كويس. ياسر برهامي مثلا على سبيل المثال في واحد يعني من الولاد السلفيين الحد بقى ملحد يعني وقف في جامع وياسر برهامي بيقول خطبه وقال له يا ياسر برهامي انا الحدت خلاص بسببكم. لأن يوم 25 يناير ياسر برهامي عمل يعني ممكن يدخل موسوعة جنس الأرقام القياسية، عمل أطول خطبة في التاريخ عشان العيال ما تطلعش، عشان الشباب السلفيين ما يطلعوش. فعمل أطول خطبة في التاريخ، يعني أطول موعظة في التاريخ. فهم ده قبل الثورة، وكان أمن الدولة بيجبر ناس كتير جدا للتعاون معاه والى آخره، وإحنا عارفين المسألة دي. لكن النهارده أنت بتيجي حزب النور ما بيلعبش دين، بيلعب سياسه. وعلى فكره بيحصل له تطور كبير لا بيلعب سياسه بيلعب سياسه حقيقة. وعايز اقول لك ان المفاجاه ان هم اكثر نضجا من الاخوان المسلمين صحيح سياسيا يعني لان هم براجماتيين اكتر. يعني طلع احنا كنا نقعد نقول اخوان براجماتيين والمش عارف ايه، لا ده دول بقى البراجماتيه خلاص. فالتعامل دلوقتي مع الاخوان مع السلفيين ان انت تتكلميه من مدخل ديني وتقولي ان هم والسلفيين التانيين يطلعوا وان هم خانوا الشريعه لا هم مش في حسبتهم المساله دي. ايوه خلاص مش في حسبتهم على الاطلاق، ولو هم عندهم كلام تاني يطلعوا يقولوه. السلفيين دلوقتي حزب النور تحديدا بيشتغل سياسه بشكل كامل. والسلفيين عندهم حاجه ارجو يعني في مشكله عندهم. السلفيين مش زي الاخوان مش عايزين يحكموا، بس هم عاوزين يسيطروا على اللي بيحكموا. يعني هم لا يحكموا ولكن يعني مثلا عايزين عدد كبير في البرلمان لكن ما يرشحوش رئيس جمهورية. دي فلسفه السلفيين انه لا يحكم ولكن يدير. يبقى هو اللي بيسيطر المرحله دي في المرحله يعني دي. انا بقول لك ده لان هم بيتطوروا، ده اللي كان موجود. ده اللي كان موجود لانه مثلا السلفيين كان عندهم تصور من زمان، وده الكلام على السيسي من المنطلق ده، انه يبقى الرئيس له خلفيه عسكريه بس لا يعادل المشروع الاسلامي زي ما كان مبارك بيعمل. يعني ما يضطهدش الاسلاميين. أيوة. احنا ما عندناش مانع، ده اساس عند حزب النور. لكن هم يكونوا موجودين في البرلمان يبقوا موجودين، في الحكومه يبقوا موجودين، في المحليات يبقوا موجودين. أيوة. يديروا البلد لكن هم ما يحكموش. كويس. فالتعامل خالد سعيد ان هم بقى بيخدموا الانقلاب بقى كلام بايخ. يعني في البيان ده انه حزب النور واي كلام بيقولوه بيخدم الانقلابيين وبيخدم، ده كلام خلاص يعني ايه او هو للاستخدام غير صالح. لا. حتى غير صالح للاستهلاك السياسي ولا الادمي. هو بيتم استخدامه بمناسبه قرب الاستفتاء على الدستور. أيوة. لكل واحد تبع يعني انا سعيد جدا لانه هم دلوقتي برضه في استخدام السياسي للدين. حزب النور مهم جدا لانه ما حدش يطلع يزايد يقول انه الدستور ده ضد الدين او ضد الدين أو يعني مش معقول. يعني ده ناس البرامج دي كلها هتبقى ضامنه انه ده مش دستور علماني ولا ليبرالي ولا الكلام ده.